خيل حيوان قوي وسريع ورمز الشجاعة عبر التاريخ ممكن حياته تنهي بسبب كسر في رجله. قبل ما نكمل خل الأجدائيس والاشتراك مفعل علشان المحتوى يوصل لناس أكتر ويكمل للنهاية. الخيول من أكتر الحيوانات اللي البشر ارتبطوا بيها عبر آلاف السنين، استخدموها في الزراعة والسفر والحروب والسباقات، لكن في حقيقة صادمة ناس كتير ما تعرفهاش. كسر رجل واحد في الحصان ممكن يهدد حياته بالكامل. السبب مش قل علم ولا قسوة مجردة، السبب راجع لتركيب جسم الحصان نفسه. الحصان حيوان وزنه ثقيل جدا وفي نفس الوقت رجليه رفيعة مقارنة بالوزن ده. كل رجل شايلة جزء كبير من الجسم، وأي خلل في التوازن ده بيعمل مشكلة ضخمة. الحصان ما يقدرش يعيش قاعد وما يقدرش يمدد جسمه على الأرض فترات طويلة، حتى وقت الراحة بيكون واقف، وده معناه إن أي كسر في الرجل بيخلي باقي الرجلين تحت ضغط غير طبيعي. لو الضغط ده استمر بيبدأ يسبب تلف في المفاصل والأوتار، ومع الوقت بتظهر مشاكل تأنية أخطر. يعني الكسر الواحد بيجر وراه سلسلة أزمات. في الحيوانات التاني الكلب أو القطة يقدر يقعد شهور من غير تحميل وزن، لكن الحصان لا، وده فرق جوهري بين العلاج صعب جدا. عظام الحصان طويلة وحساسة، والدورة الدموية في الأطراف ضعيفة نسبيا، وده لالتئام العظام أبطأ، وأي حركة غلط ممكن تبوظ كل اللي تعمل. الحصان كمان حيوان فريسة، وغريزته أول ما يخاف أنه يجري حتى لو بيتألم، والحركة المفاجئة دي ممكن تزود الإصابة وتحول كسر بسيط لكارثة حقيقية. في الماضي وقبل تطور الطب البيطري ما كانش فيه أدوات تثبيت قوية ولا جراحات دقيقة ولا عناية مركزة للحيوانات، فكان القرار السريع وقتها بيعتبر أقل معاناة للحصان. الخيول وقتها كانت وسيلة حياة، ولو الحصان ما بقرش قادر يقوم بوظيفته كان بقاؤه في ألم مستمر شيء صعب. لكن ده ما معناهش إن الموضوع كان سهل ولا إن القرار كان بيتخذ من غير تفكير. كان دايما قرار ثقيل، بس الخيارات كانت محدودة جدا. مع الوقت الطب البيطري أتقدم وبقي فيه مسامير تثبيت ودعامات وعمليات جراحية وبرامج علاج طبيعي للحيوانات الكبيرة. دلوقتي بعض الخيول بتتعالج فعلا، خصوصا لو الكسر بسيط أو في مكان يسمح بالتثبيت، وفيه حالات نجحت ورجعت تمشي، لكن العلاج ده مكلف جدا ومحتاج شهور من الرعاية ومكان مجهز وفريق طبي متابع، ومش كل مالك حصان يقدر يوفر ده، ومش كل حصان جسمه يستحمل. علشان كده القرار دلوقتي بيبقى مبني على تقييم شامل: نوع الكسر، عمر الحصان، وزنه، حالته النفسية والجسدية. الموضوع مش وحشية ولا استسهال، لكن حساب دقيق بين المعاناة والأمل. وفي دول كتير بقي فيه قوانين بتفرض المحاولة لو فيه فرصة حقيقية. الخلاصة إن كسر رجل الحصان مش زي أي كسر تاني، جسمه مختلف وحياته معتمدة على الوقوف والحركة، ومع تطور العلم الأمل بقي موجود أكتر، لكن الأسهم في حدود ما ينفعش نتجاهلها. ولو المعلومة دي كان جديدة عليك شارك الفيديو ودعمك بالقناة بيفر علشان نفهم ليه القرار بيكون صعب. لازم نعرف إن الألم عند الحصان ما بيبقيش واضحة دائما. في الأول الحصان بطبيعته بيحاول يخبي ضعفه علشان ما يبانش فريسة، وده بيخلي بعض الإصابات تتأخر في الاكتشاف، ولما تظهر بتكون الحالة تعقدت أكتر. في حالات كتير الكسر نفسه ما بيبقيش هو المشكلة الأساسية. المشكلة الحقيقية تبدأ بعده لما الحصان يحمل وزنه كله على رجل واحدة أو اتنين لفترة طويلة. الضغط المستمر ده بيعمل التهابات شديدة في الحوافر والمفاصل، وبيسبب مرض خطير اسمه التهاب الحافر، وده مرض مؤلم جدا وممكن لو وحده ينهي حياة الحصان. كمان فترة العلاج الطويلة بتأثر نفسيا على الحصان. الحصان مش متعود، يفضل ثابت في مكان واحد أسابيع أو شهور. عدم الحركة بيليه متوتر وعدواني أحيانا، وده بيزود خطر إنه يؤذي نفسه أو يكسر تثبيت اللي معمول له. الأطباء البيطريين لما بيقيموا الحالة ما بيبصوش على الكسر بس، بيحسبوا حاجات كتير: قدرة الحصان على الالتزام بالعلاج، احتمالية المضاعفات، تأثير العلاج على باقي الجسم، وهل الألم ممكن يتسيطر عليه ولا لا. في سباقات الخيل الموضوع بيكون أعقد، لأن الخيول دي بتبقى مدربة على السرعات العالية، وأي كسر حتى لو أتعالج غالبا ما بيرجعهاش لمستواها السابق، وده بيخلي فرص العلاج أقل مقارنة بخيول عادية. في المقابل في خيول تكتب لها النجاة بسبب تدخل سريع وتجهيز مناسب وبيئة علاج مثالية، وده بيؤكد إن كل حالة مختلفة وما ينفعش نعمم قرار واحد على كل الخيول.
بعض المراكز البيطرية المتقدمة بقى تستخدم أحواض مياه مخصوصة بتقلل الحمل على الأرجل وبتساعد في التعافي، لكن التكنولوجيا دي مش متوفرة في كل مكان ومكلفة جدا. عالجنا كده لما نسمع عن حالة حصان انتهت حياته بعد كسر، لازم نفهم إن القرار ده غالبا بيكون نتيجة دراسة طويلة ومحاولات كتير، مش قرار لحظي ولا قسوة بدون سبب. الفكرة الأساسية إن الرحمة أحيانا بتبقى في تقليل المعاناة مش في إطالة الحياة بأي ثمن، ودي نقطة الناس كتير بتفهمها غلط. ومع تطور العلم وزيادة الوعي بحقوق الحيوان الأمل بقي أكبر، لكن لسه الواقع بيفرض حدود صعبة لازم تتخذ في الاعتبار. في حالات كتير الناس بتسأل ليه ما يتعملش للحصان طرف صناعي زي البشر. المشكلة إن تركيب طرف صناعي لحيوان بوزن الحصان وحركته السريعة معقد جدا. أي خطأ بسيط في التوازن ممكن يوقع الحصان أو يسبب له إصابات أخطر، والطرف الصناعي محتاج صيانة مستمرة وحياة هادية، وده عكس طبيعة الحصان. كمان لازم نفهم أن الحصان لما بيتألم فترة طويلة جهازه العصبي بيتأثر، ومع الوقت الألم المزمن بيبقى أصعب في السيطرة عليه حتى مع أقوى المسكنات، وده بيلي جودة الحياة نفسها ضعيفة، وده عامل مهم جدا في القرار الطبي. في الطب البيطري الحديث بقي فيه مفهوم اسمه جودة الحياة، يعني هل الحيوان قادر يعيش بدون ألم شديد؟ هل يقدر يتحرك؟ هل يقدر يأكل ويرتاح؟ الإجابة على الأسئلة دي بتحدد الاتجاه، مش مجرد فكرة إن الحياة تستمر وخلاص. بعض الخيول اللي نجحت في التعافي احتاجت سنين علشان ترجع تمشي بشكل طبيعي، وبعضها ما رجعش للجري أبدا، وده يوضح إن النجاح مش دائما معناه رجوع كامل للحالة الأولى. في دول متقدمة بقي فيه لجان بيطرية متخصصة بتشارك في القرار وبتمنع أي تصرف فردي، وبتراجع الأشعة والتحاليل وسلوك الحصان قبل ما يتخذ أي قرار نهائي. كمان في حملات توعية كبيرة بتشرح للناس إن اللي بيشوفوه في الأفلام أو القصص القديمة مش دايما هو الواقع الحالي، وإن الطب بيتطور لكن مش كل شيء ينفع يتصلح. الموضوع كله بيدور حوالين احترام الحيوان وفهم طبيعته، مش فرض حلول بشرية على جسم مختلف تماما في تركيبه ووظيفته. علشان كده السؤال الحقيقي مش ليه ما يتعالجش الحصان دائما، السؤال الأهم هل العلاج فعلا هيقلل الألم ولا هيطول المعاناة؟ ودي النقطة اللي بتحدد كل حاجة. ومع مرور الوقت وتقدم الأبحاث يمكن نشوف حلول أفضل تقلل الحالات دي، لكن لحد اللحظة دي القرار بيبقى دائما بين العلم والرحمة والواقع. في النهاية لازم نفهم أن قصة كسر رجل الحصان مش حكاية قسوة والاستهانة بالحياة، لكنها نتيجة تركيب جسدي معقد وقرارات صعبة بين الألم والأمل. العلم أتقدم والفرص بقت أحسن، لكن مش كل حالة ليها حل مثالي، والرحمة الحقيقية أحيانا بتكون في تقليل المعاناة مش في إطالة الألم. ولو المعلومة دي غيرت نظرتك للموضوع اعمل لأيك واشتراك في القناة علشان يوصل المحتوى ده لناس أكتر، ومستني رأيك في التعليق.